فطبعا السؤال هنا يسأل طب لو البسط يا مستر 2 3 4 5 وهكذا، يعني بسط أي عدد غير الواحد، هل هذه القاعدة تمشي؟ تمشي. هذه القاعدة أنا ما شفتهاش في أي كتاب رياضة وأي مدرس رياضة يشوفها لي. أنا بفضل الله توصلت لهذه القاعدة. ليه؟ عشان عايزين نحبب الأولاد بتاعتنا في الرياضيات، لأن دي الحاجات اللي بتعجد الأولاد، خصوصا الأعداد الكسرية اللي زي كده. إحنا قلنا هنا نعمل إيه؟ هنضرب السبعة دي في الأربعة دي ونجمع عليهم واحد. يبقى 7 مع 4 28 واحد 29 هو 29. المقام زي ما هو. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ اطرح السبعة ناقص الخمسة. 7 ناقص 5 2 شكرا. طلعت لك عدد كسري. طيب نيجي للثانية بقى، لو من المقام يكون 2 يا مستر، نفس الفكرة. هنضرب ال7 دي في ال4 دي ونجمع عليها ال2 دي. يبقى كده 28 وتبقى تديني 30. جميل. سيب ال5 زي ما هي. بس خلي بالك بقى. 7 ماينس 5 تديني 2. الاثنين دي تنضرب في الاثنين دي تطلع 4. خلصت وجربها. تعالى اللي بعديها. هنضرب ال9 دي في ال5 ونعمل عليها بلس مع ال3. 45 و3 48 48. سيب ال7 زي ما هي. اوكي. 9 ماينس 7 تديني 2. 2 تايمز 3 تديني 6. وجربها. مش خسرين حاجه. نيجي 12. طيب 15 اللي هي 15 لما تقول تايمز 3 اند 5 اوفر 8. الفكره واحده ماشيه الكل، القاعده للكل. هنعمل 15 ده يبقى كده 15 في 3 ب 45. 45 و5 50 يعني يا مستر. وبعدين اللي لقيت ماليش دعوه بيها. بعد كده للقاعده للكل 15 ناقص 8 تديني 7. 7 في 5 ب 35. 35. يبقى هتقابل بقى حته المشكله البسيطه دي خالص. قول له ال 35 فيها ارقام 8. يعني اضرب ال8 في عدد قريب من 35 هيضربها لك في 4. يبقى هنحط 4 على 50 تبقى 54. هيتبقى كام بقى؟ 32 من 35 يتبقى 3 على 8. اهي يعني. طلع العدد الكسري من غير اي مشاكل. هي بس حته مشكله بسيطه اللي هي دي. ان هنا السبعه اصغر من 5. بص كده ال 15 اكبر من 8 سهله. فاحنا هنقول له ادي 5 في 4 ب 20. 20 و3 23. اصبر عليا. هتجيب هي دي حته المشكله البسيطه في هذا الدرس. ما ينفعش اطرح 7 من 5 للولد، امال هنقول له ايه؟ 7 ناقص 5 يبقى 2. يبقى الاثنين دي هتطرحها من 3 يتبقى 1.